السلام عليكم، مرحبا بكم. كما كتشوفوا هذه عباية ماشي بيجاما، ولكن بنفس الوقت بيجاما. هذه ديال الصلاة. غادي نشرح لكم اشنو هو الفرق بين البيجاما وسميتو العباية. هذا درناها شكل ديال العباية بيجاما ولكن عباية، يعني ديال الصلاة. كيكون واحد الطرف لاصق ليها في الظهر كما كتشوفوا. يعني انسانه كتكون في الدار كدير 4 ولا 5 ولا على حسب، كدير 2 ولا 3 الا جاو عند الناس كتعطيهم هادو كيصليو بها. يعني كتكون طويله وبالكمام ديالها منها بيجاما، ولكن كنقولوا حنا عباية ديال الصلاة. كما كتشوفوا وكيكون ليها الطرف هذا كيكون لاصق من الظهر، يعني كيكون لاصق من جهة الكل في الظهر. يعني ملي كتصلي انسانه كتلوي هذا على راسها وكتصلي بها عادي. يعني صراحة موديل واعر. هذه هي العباية وبالكمام ديالها، يعني بيجاما منها عباية، وكتكون طويلة ما كتكونش قد ماشي ديال الخروج. ديال الخروج غادي نشرح لكم راه معايا في هذا الفيديو. هذا صراحة واحد الموديل حتى هو ينسيكم على هذا موديل واعر بزاف. كما كتشوفوا هذه بالكمام ديالها وكيكون هاد الطرف هذا طويل، يعني كنشدوا ليزار كنخيطوا منها بيجاما وكنحيدوا منها الطرف هذا كما كتشوفوا، وكنلصقوا جهه الكتف كما كتشوفوا. انسانه ها هو فين لاصق، يعني في هذه البلاصه هذه. انسانه ملي كتبغي تصلي كتلبس هذه بيجاما ولا عبايه، حنا كنقول لها عبايه دابا ديال الصلاه. كتلبسو وكتلوي عليه هذا على راسها وكتصلي بها عادي. والترجليها ملي كتصلي ما كيبانوش، يعني كنديروها طويله، يعني ماشي ديال الخروج. وديال الخروج غنشرح لكم شنو هو الفرق بين ديال الخروج وديال الصلاه. هذه ديال الصلاه كيكون لها هذا جهه الكتف كما كتشوفوا، جهه الظهر، وكيكون هذا طويل. يعني صراحه موديل واعر بزاف كما كتشوفوا. هذه واعر، يعني انسانه في الدار كديرها 3 ولا 4 على حسب. الا جا عندها الضياف ولا شي حاجه شي مرا بتصلي كتجبد ليه هذه وكتعطي تصلي بها. يعني صراحه موديل كما كتشوفوا واعر، وكيكون هاد الطرف هذا طويل، يعني هذا غير ليزار. وكاين معنا واحد الموديل هنا صراحه موديل واعر حتى هو كنسيكم على هذا، يعني باش تشوفوا الفرق بين العباية ديال الخروج والعباية ديال الصلاة. كما كتشوفوا الطرف هذا كيكون لاصق من جهة الكتاف كما كتشوفوا، كيكون تقريبا على حسب داكشي اللي كيشليك في داك ليزار اللي كتشري. يعني كتلوي بحال هاد الشكل هذا، كتلوي على راسها يعني وكتصلي به. صراحة كيجي داكشي يا سلام. كما كتشوفوا هذا هو الطريف اللي كيكون شايط لينا كنلصقوه جهة الكتاف. وكاين الموديل الاخر اللي كيخرجوا به الناس، ولكن بحال الشكل ديال ليزار. يعني ملي كدير ليزار ملي كيطيح ليك كيخسر كيفاش غتصايبي تعمى عراء. وكنديروا واحد الطريقه اخرى بالنسبه لليزار بنفس الطريقه ديال العبايه ديال الصلاه. هذا هو الفرق. كما كتشوفوا هي طويله وكتصلي بها مرتاحه. يعني صراحه موديل واعر بزاف. كما كتشوفوا حتى بالنسبه للثوب رطب، يعني زوين. وكاين معنا هذا الموديل هذا كما كتشوفوا حتى هو واعر بزاف. نفس الشكل ديال الاولانيه هو نفس الشكل ديال هاد الثانيه. هذا كما كتشوفوا موديل واعر حتى هو ديال الصلاه. اشنا هو الفرق بين ديال الصلاه وديال الخروج؟ نفس سميتو. كيكون ليزار كما كتشوفوا. هذه عندها الكول داير. هذه حتى هي ديال الصلاه، يعني ديال الصلاه كتكون طويله وكيكون عندها الكمام، يعني بيجاما، وكنلصقوا ليه هذاك الطرف من جهه الظهر. ولكن ديال الخروج كتكون قصيره. نفس الخدمه، يعني كتكون قصيره، ولكن هذا الطرف هذا ما كنلصقوش في جهه الكتاف، يعني كنلصقوا لتحت اليد، يعني لتحت الباط كيتلصق هاد الطريف هذا. وديك الساعه السيده كتخرج بها بحال الشكل ديال ليزار. ايوا دير ليزار الا بغيت تصايبو كيطلب عليها شحال ديال الوقت، الا طاح ليها ولا شي حاجه خصها الخدمه باش تصايبو. وكدير هاد الطريقه هذه وكتخرج بها. ولكن حنا دابا هذه ديال الصلاه كتكون طويله وكيكون لها هاد الطرف هذا اللي كيكون شايط كما كتشوفوا تقريبا فيه شي متر ونص. كيكون لاصق في جهه الكتاف كما كتشوفوا، كيكون لاصق جهه الكتاف. داكشي علاش كنقولوا لها العباية ديال الصلاة هذه. ولكن الا بغيت ديرها انت للخريج كتلصق لها الطريف هذا لتحت اليدين، يعني لتحت اليد كيكون في الجنب. وديك الساعه كديرها على حسب الطول ديال الجلابه ولا على حسب الطول ديالك انت، ما كديرهاش طويله. ديك الساعه ممكن تخرجي بها بحال الشكل ديال ليزار. الا لبستي هذه ولحتي على هذا الطريف هذا وكتلوي على راسك وكتخرج بها كتبان لك بحال الشكل ديال ليزار، ولكن هي في نفس الوقت راه بيجاما وعباية. هذا هو الفرق بين ديال الصلاة وديال التخريج. كما كتشوفوا صراحة موديلات واعرين. أغلبية الناس دابا كيخدموا بهاد الطريقة هذه. كاين اللي كدير 3 ولا 4 في الدار
كتصلي بهم، ولا جاو عندها الضياف ولا الناس ولا شي حاجة كتعطيهم هاد الطريقة، كتعطيهم هاد العباية هادي كتصلي بها كما كتشوفوا، كتلوي على راسها هكا وكتصلي بها وكتغطي ليها كتافها وكتغطي ليها حتى رجليها. وبالنسبة للطرف هذا كيكون طويل، كيكون فيه تقريبا حتى متر ونص على حسب. كما كتشوفوا صراحة موديل واعر بزاف. وبالنسبة ديال التخريج نفسها نيت بحال هكا كتخدمها، ولكن غير الطريف هذا كيكون في الجنب، يعني ما كيكونش جهة الكتاف، كيكون تحت الباط. هذا هو الفرق بين ديال التخريج والعباية ديال الصلاة. بحال هكا وكتخرجي بها، ولكن كتكون قصيرة، وهاد الطرف هذا ما كيكونش في جهة الكتاف، كيكون لتحت الباط. كما كتشوفوا يعني بيجاما وعباية، ولكن حنا كنقول هذه العباية ديال الصلاة. كتكون طويلة كما كتشوفوا، باش الانسان الا كيصلي ولا شي حاجه، ديك الانسانه اللي كتصلي ما كيبانوش ليها رجليها. وبالنسبه للكمام كيكون لهم لاستيك وكتكون محجبه. صراحه موديل واعر بزاف. نتمنى يعجبكم الشرح، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الناس اللي ما اشتركوا في القناه نتمنى يشتركوا في القناه، يدعمونا باللايك وتشجيع، شي تعليق يكون زوين، وبارطاجيو لهذا الفيديو باش يوصل جميع الناس ان شاء الله. كما كتشوفوا الموديل صراحه زوين، حتى بالنسبه للالوان ديال هاد لي زور هذا كيكونوا واعرين بزاف. بالنسبه لهاد الثوب هذا واعر بزاف كما كتشوفوا. بالنسبه للكول درنا ليها لاستيك كيجمع الدوره ديال الكول، ولكن حتى بالنسبه للكول كضرب الدوره كتكون كبيره شويه باش الاستيك ما يعنكش في جهه العمل. نتمنى يعجبكم هاد الشرح هذا، ونتمنى يعجبكم الفيديو. صراحه كاين موديلات واعرين بزاف، خصوصا هادو ديال الصلاه كما كتشوفوا. نتمنى يعجبكم هاد الشكل هذا، صراحه موديل واعر. وبالنسبه للون كما كتشوف فيه بزاف ديال الالوان. هادو هما التوب ديال لي زر، كيكون فيه تقريبا كاين اللي كيكون فيه 4 متر، وعلى حسب الا كان طويل يعني كيخرج لك بحال هاد الشكل هذا. ايوا دير فيها جوج بيجامات كتخرج منها عباية ديال الصلاة. وكيكون لك هاد الطريف هذا كديرو جهة الكتف كما كتشوف، جهة العنق كيكون طويل كتخيطو معاه باش ملي كتصلي كتلوي عليك هذا الطريف هذا وكتصلي بها. يعني صراحة واعر الموديل. وبالنسبة للعباية ديال الزنقة كما قلت لكم نفسها نيت بحال هكا، غير هاد الطرف هذا كيكون جهة لتحت الباط يعني لتحت الكم، وكديرها قصيرة وكتخرجي بها، يعني كيكون بحال الشكل ديال الازار. ايوا تشد داك الطرف ديال الازار بقى تلوي من هنا تلوي من هنا، كديرها بهاد الطريقة هذه. منها بيجاما، منها سميتو العباية ديال الزنقة. هذا هو الموديل اللي قلت لكم، صراحة موديل واعر بزاف. نتمنى يعجبكم هذا الشكل هذا. وهاد الطرف هذا كما قلت لكم كيكون طويل، صراحة موديل واعر بزاف. ومعايا الموديلات ان شاء الله غادي نوجههم ان شاء الله بطريقه اخرى. يعني كما قلت لكم ديال الزنقه نوريها لكم دابا. هادو ديال الصلاه كتكون طويله وكيكون الطرف هذا كيكون لاصق لها في الظهر. نتمنى يعجبكم الفيديو. السلام عليكم.